في الحقيقة مش عارف اقول لك ايه، بس لولا المكان ده بيكون فيه اسلحة وفايتات حلوة وكده ما كنتش نزلت هنا. طبعا الدليل اللي انت شايف قدامك، الباراشوتات بالكم الهائل، وصاحبك اللي نازل فوق العمارة. نفسي افهم الواد ده نزل هنا ليه. نفسي افهم حاجة، بس هو ايه ده نزل هنا ليه؟ وقع اخد نقطة. ده صاحبه ده ولا لا؟ ده مش صاحبه، ثواني افنشه. يا نهار اسود، هيتفنش كده ومش هيتحسب لي. او ده اللي انا كنت خايف منه بقى. بص، وحصل فعلا يا ابن اللذينه. ثواني بقى افنش ده قبل ما حد يسرقه، بما ان انتوا عارفين يعني انطباعات اللاعبين هنا. بس صراحه مش واثق اذا كان الفايت هيعجبك. مره تانية ببص لقيته تقريبا هو نزل، يعني نزل لي تاني بقى زي ما انت فاهم، عايز ينتقم وكده وعامل نينجا وبيطير زي ما انت فاهم يعني. بس في ضرب من ورايا. ثواني كده، ايه ده يا عم؟ ايه ده يا عم؟ ده هيقتلني نهار اسود. ثواني يا ابني، ثواني بس اقول لك على حاجه. نفسي اعرف انت نزلت هنا ليه. لان كده في حاجتين نفسي اعرفهم. اولا، انت نزلت على سطح العماره ليه؟ وثانيا، انت نزلت تاني هنا ليه؟ بس يلا مش مشكله، الحماس حلو برضه، ساعات كده بيبقى يجيب اثر ويجيب نتيجه. ومن احدى النتائج دي ان انت تنزل متحمس وناوي تاخد حقك وتنتقم وكده، وتتقتل تاني عادي كالمعتاد يعني. عظيم جدا. اطلع بقى لوت ولا ايه؟ في كده كده اصلا 13 لاعب في المنطقه، سواء اقتل ده بس المعتوه ده اكيد بوت اكيد، واضحه واضحه. 13 لاعب في المنطقه وانا من ضمنهم. حلو جدا. سموك بقى، ويلا بينا نلوت، نستمتع بأكتر حاجة ممتعة في اللعبة. بس قبل ما نكمل مع بعض الحلقة، حبيت بس أفكرك بالاشتراك والانضمام في القناة، عشان زي ما انت شايف تقريبا الدعم هنا واقع، وده بيكون بسبب قلة تفاعل المشاهدين مع الفيديوهات. وطبعا في كمية كبيرة جدا من المحتوى، إلا إن برضه نسب الإعجاب بالفيديو أو المشاهدات بتكون قليلة. فياريت لو تشترك وتسيب كومنت حلو. ونكمل مرة تانية مع شوية المعاتيه دول. ثواني بس نقتل البوت ده بما إنه بوت يعني. طبعا انتوا عارفين ان انا بحب استهزئ بالحاجات دي جدا، بس في الاخر برضه بتقتل نتيجة للاستهزاء. لمحت واحد بيجري هنا كده، فقلت اروح اشوف الدنيا. لقيته فعلا واحد بيجري، ما كانش بيتهيألي. فحلفت ان انا اللي اخد الكل، فقام اللي على اليمين ده وقعه نوك. فانا قلت هشيلك انت وهو. شلت الاولاني ده وضربت على التاني طلقتين. لقيته هرب على جوه، فرحت وراه. بعدين قررت ان انا مش هروح لان انا ممكن اتقتل. ورحت على هنا كده وعملت حركة ذكية، فتحت الباب، ضربت عليه بالشبشب. وقع نوك، فنشته. كنت مبسوط جدا ساعتها. انا ما اقولكش كنت قد ايه مبتسم وبضحك وانا ماسك الموبايل وبلعب. ياه، لحظات يعني مغموره بالسعاده. بص ده بقى واحد قاسي، بحب انا اعمل كده جدا. يعني بص، ما بحترمش الحاجات دي خالص. ابدا ما بحترمش الحاجات دي نهائيا. ف وفخور بكده برضه، حبيت اتعرفك يعني. طبعا زي ما انت عارف. ف خلينا نروح لفين تاني مش عارف صراحه. في ضرب نار من كل الجهات، وانا كده كده اصلا خايف اطلع. فانا شايف ان انا لوت. تمام، فسموك بقى وكده. انا كده كده بلعب لوحدي يعني مش معايا حد، فلازم اكون عامل حسابي شويه. لوت حلو ونجهز وهكذا يعني. لوت ولعب بس كده. بص بقى، في هنا واحد حزين باسلوب، يعني انا مش عارف اوضح لك والله. بس الواد ده انا نفسي افهم يعني في ايه في حياته. طالع يا عيني الواد مش واخد باله من الدنيا، شكله مبتدئ اصلا. يعني ايه ده يا عمي؟ والله شكله مبتدئ. أنا صراحه صعبان عليا. حتى بص اسمه ايه. يعني انا اتحداك تقرا اسمه بس. يلا بينا بقى نمشي من المكان البائس ده. مكان تافه فعلا. ايه ده؟ عامل ايه؟ نفسي افهم ماله بقى عامل كده ليه. بس هو كده كده ماشي يعني. اكيد شافني صح، وقف وبص لي كده ثواني كده. عاش والله. ده عراقي، تحياتي مفيش مشكله. نروح بقى نلوت على اي حال يعني. ده حتى لو اخويا هروح الوته مفيش مشكله. في ضرب نار ورايا، بيضرب عليا. ايه ده؟ لا جريء ياض. بس طلع جريء فعلا. طب بقول لكم ايه، روحوا انتوا علشان شكلي مطول وانا جاي وراكم. بعد ما قتلته لقيت الدروب ده، وفكرت ان انا اروح كده الوت واشوف الدنيا. ورحت فعلا لقيت سلاح غريب، فقررت اسيبه. وبعدين نزلت وقلت لا هاخده، بما انه جديد يعني نجرب حاجه تانية. وكنت همشي الى اني اكتشفت ان في ناس، فوقفت. فيلا بينا بقى نشوف الدنيا هتمشي ازاي، ونرجعهم على اللوبي بادب كده واحترام ورقي. تمام، وهكذا يعني. ثواني بس نعمل البتاعه دي صغيره كده، عشان سلاح جديد بقى وايه. هحطمكوا، هدمركوا. يلا بص، هدمركوا. هوديكوا على اللوبي راكبين عجل. ايه ده؟
انا شكلي انا هروح على اللوبي راكب موتوسيكل. ده ايه ده يا عم ده؟ ايه ده يا ابني؟ انت السلاح ده ربنا يكسفكوا يا ابني، والله خذلتمونا. بس وقع برضه حلو. طلع بيموت السلاح ده، انا ما كنتش اعرف ان السلاح ده بيقتل على اي حال يعني. انا ما بستعبطش، ها تمام. ده ايه ده؟ ايه ده يا عم انت؟ ده ايه واحد. موت بقى وخليك مؤدب يعني، كل اصحابك ماتوا خلاص بقى، تعيش انت ليه بقى؟ خد دي. بس والله شاطر، عاش عليك. طب الدنيا امان يعني، اروح الوت ولا لا؟ مش عارف. طب يلا بينا، مش مشكله. هنا بقى كان في اتنين بيضربوا نار، يعني بيضربوا مش عارف على حد ولا على تيم ايا يكن، بس المهم ان انا شفت ضرب نار من جهتين هنا، فقلت اروح اشوف في ايه، لقيتهم راكبين عجله. يعني انا عايزك تشوف معايا كده، بص بص. راكبين عجله وبيشموا الهواء النظيف الطلق، تمام. فحد ضرب عليهم، فقاموا واقفين. وقفوا فين؟ في الاوبن زي ما حضرتك شايف كده بالظبط، في المنظر ده كده، ورايحين ورا بعض عشان يعملوا ملحمه كبيره ويضربوا. فانا لقيت العربيه دي معليك منها. بص تعال نركز تاني هنا كده بس. بصوا واقفين فين. انا نفسي اعرف دول لاعبين ولا بوتات. كده في 3 حاجات نفسي فيهم في الحلقه دي، يا ريت لو تكتبهم لي تحت بقى. تعالى نشيلهم زي كده. ايه ده؟ مش ده الواد اللي انا لسه قاتله؟ مش ده نفس الاسم؟ يلا، كل سنه وانت طيب يا صاحبي. تقريبا نفس الاسم والله. يعني أنا الواد ده لما يعرف كده ان انا اللي قتلته لتاني مره، سواء انا فنش الواد اللي هم وقعوه ده، حتى اللي هم وقعوه برضه مش هسيبك تعيش. نفسي افهم كده، دي رابع حاجه نفسي فيها. تمام. لما الواد ده يعرف ان انا اللي قتلته للمره التانية، هيبقى حاسس بايه ولا هيعمل ايه؟ ده معاه اوم ده صح؟ ايوه معاه اوم فعلا. عايز يعمل لقطه وكده. يا عم عيب عليك، ده انت تقريبا بتلعب بشخصيه فيكتور بس جاب فيها رصاصه فعلا. لا شطور يا اسطى، شطور. شاطر. عاش عليك. بص بص راح يقف فين، بص بص. شاطر والله. تعالى بس اقولك على حاجه يا عمي، ثواني بس، هات بس الاوم اللي معاك ده انا عايزه. ده بوت ده صح؟ بس حلوه بدله فيكتور دي. ايه ده؟ بيتش باجي. انزل انزل، تعالى اقولك على حاجه. انزل تعالى تعالى. ما دول بوتات ولا لعيبه يا عم؟ انا والله بقيت بتلخبط ما بينهم فعلا. والله بقيت بتلخبط ما بينهم، وعلى فكره انا معايا حق ان انا اتلخبط ما بينهم. ما هو البوتات المطوره دي فيها شبه من اللاعبين المبتدئين برضه، فانا كده كده بكون اخد حذري يعني. سموك ونجهز الهيل ونلوت ونمشي. هنا اخر الجيم الواد ده شفته كده لمحته، كنت رايح اضبطه واسلم عليه. بوت اكيد طبعا. فناخد بقى البيت ده ونقعد فيه، عشان كده كده اصلا البيت ده يعني شكله كده هيتمركز في منتصف الدائره. وبرضه الموقع هنا كويس يعني، ككفر وحاجات تانية وكده. هو في طبعا دروب قدامي هنا، بس انا اجرؤ على التحرك ولا اقدر اروح له كده كده يعني، فخلينا هنا احسن. تفتكر هقدر اكسب الجيم ده او لا؟ انت اكتب رايك تحت في الكومنتس، ولكن ما تغشش، ها انا شايفك. وهنا بقى دول اخر اتنين، انا كده كده كنت شايفهم، بس عامل حسابي ان انا مش هتحرك بعشوائيه وكده يعني، بما ان انا شبعت مواقف تافهه من العشوائيه. بس الصراحه انا كده كده في مأزق ومش عارف اتصرف ازاي. الكفر اللي معاهم اقوى، واكيد معاهم اسلحه اقوى، وهما اتنين وانا واحد. فالندات بقى ممكن تعمل فارق عظيم في لحظه زي كده. فخد نيد واديك كمان واحد يعني نفس الحوارات دي كده. خد بقى مولوتوف عشان تتشوي جوه. يح 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 اتلسع. بص انا شامم ريحتك من وانا واقف هنا. مش قلتلكوا؟ الف مبروك يا عبدو، الف مبروك. يا ريت بقى لو دي بقى تشيل اخير وتريح زي كده بالظبط. انا بقول لك برضه عيب عليك لما اقول لك حاجه صدقها بعد كده، تمام. وعلى اي حاله دينا برضه كسبنا الحلقه كالمعتاد، مع ان الحلقه اللي فاتت ما كناش برضه كسبانين، ولكن المهم الحلقه دي بس اهم حاجه احب افكرك بيها هي انك ما تنساش تشترك في القناه، عشان زي ما انت شايف تقريبا الدعم هنا واقع. وطبعا حكيت لك كل حاجه في بدايه الحلقه. لحد هنا كده سلام، واشوفك في الحلقه الجايه.